تعرف على تفاصيل صفقات النصر، ايش هي نقاط القوة ونقاط الضعف وتفاصيل العقد، وكمان اخر اخبار نادي النصر. كالعادة حط لايك واشترك بالقناة اهم شيء. في سوق الانتقالات الصيفية المنقضي تعاقد النصر مع 4 لاعبين أجانب لتدعيم الفريق الأول، الثنائي البرازيلي الشاب اللاعب ويسلي جاسوفا واللاعب أنجيلو غابرييل، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان، والحارس البرازيلي السوبر بنتو. نبدأ مع اللاعب أنجيلو غابرييل. تعاقد نادي النصر مع أنجيلو غابرييل قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، وسيرتدي أنجيلو القميص رقم 20 مع النصر. طبعا اللاعب برازيلي الجنسية وهو من مواليد 2004، يعني عمره 20 سنة. كان يلعب مع نادي سانتوس البرازيلي، وانتقل بعدها لنادي تشيلسي، وراح بعد كذا إعارة لنادي ستراسبورغ الفرنسي. لعب مع الأندية اللي مثلها 154 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، بينما قدم 14 تمريرة حاسمة، وشارك في 5 مباريات مع منتخب البرازيل تحت 20 سنة، ما قدم فيها أي مساهمة تهديفية. يلعب في مركز الجناح الأيمن، ويقدر يلعب خلف المهاجم. إلى الآن النصر ما أعلن عن كم مدة عقده والأشياء هذه، لكن حسب كلام الصحفي فابريزيو رومانو قيمة صفقة أنجيلو من نادي تشيلسي 23 مليون جنيه استرليني. حسب الملخصات اللي شفتها، أنجيلو تمريرات البينية حلوة، التحكم بالكرة عنده خيالي، يذكرني نوعا ما بلاعب النادي الأهلي رياض محرز. بنيته الجسدية ممتازة، عرضياته جميلة، مستحيل تشوف ساديو ماني أو أيمن يحيى يعرضوا مثله. هو أكثر شيء يميزه إنه مراوغ خطير، لو خش في مواجهة 1 ضد 1 أحس إنه راح يكسبها، راح ياكل أي لاعب يواجهه. وأعتقد في إحصائية تقول إنه أنجيلو هو ثاني أكثر لاعب مراوغة في عام 2023، واللاعب اللي متفوق عليه في المركز الأول هو فينيسيوس جونيور. نيجي دحين بشكل سريع للحارس بنتو، عشان كلنا شفناه يلعب خلاص. تعاقد النصر مع الحارس البرازيلي بنتو ماثيوس قادما من نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي. يمتد عقد الحارس مع نادي النصر لمدة 4 مواسم حتى عام 2028، وعمره 25 سنة. إلى الآن ما في عليه أي كلام، بس إنه مو جيد في اللعب بالقدم نوعا ما. ونجي نخط الدفاع. نجحت إدارة نادي النصر في التوقيع بشكل رسمي مع المدافع الفرنسي محمد سيماكان قادما من نادي RB لايبزيغ الألماني، وسيرتدي سيماكان القميص رقم 3 مع النصر. شارك اللاعب محمد سيماكان في الموسم الماضي مع نادي لايبزيغ في 42 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف، ويبلغ من العمر 24 سنة. مركزه الأساسي قلب دفاع، ويقدر يلعب كظهير أيمن. إلى الآن النصر ما أعلن عن تفاصيل عقده مع النادي. من اللي شفته في الملخصات، اللاعب سيماكان تمريراته الطويلة حلوة من جد، يفتك الكورة بذكاء، ما ينبرش على أي كورة، والحلو إنه يفتك الكورة من غير ما ياخذ كرت، سواء كرت أحمر أو كرت أصفر. كأني قريت إنه في الموسم الماضي تلقى 12 كرت أصفر فقط، وما تحصل على أي كرت أحمر، يعني ما تلقى ولا كرت أحمر واحد. وهذا يبين لك إنه اللاعب مو منفعل، مو على اي شيء يقعد يعصب. فاهمين علي؟ اصلا محمد سيما كان باين عليه انه انسان هادي ورايق. غير هذا كله محمد قوي في الالتحامات البدنية، سواء الالتحامات الهوائية او الالتحامات الارضية. ونيجي لاخر لاعب، اللاعب ويسلي. تعاقد النصر العالمي مع المهاجم ويسلي جاسوفا قادما من نادي كورينثيانز البرازيلي. 25 مليون دولار هي قيمة انتقال اللاعب ويسلي للنصر. ويسلي جاسوفا لاعب كرة قدم برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر 19 سنة، وهو من مواليد 2005. يمتد عقد اللاعب البرازيلي مع النصر لمدة 4 مواسم حتى عام 2028، وسيرتدي ويسلي القميص رقم 80. طبعا من الملخصات اللي شفتها، ويسلي التحكم بالكرة عنده مرعب. للأمانة في الإنهاء هو أحسن من أنجيلو غابرييل، إنهاؤه جيد يعني، بس مو لما يسدد من بعيد. صراحة إنهاؤه سيء لما يسدد من خارج منطقة الجزاء. لاحظت عليه إنه ما يخسر الكرة بسهولة، مراوغ بشكل رهيب، وبدنيا كويس. في بطولة الدوري راح نلعب بهذه التشكيلة غالبا. الشيء الوحيد الناقص هو لاعب الوسط المكمل للثنائي بروزوفيتش وأوتافيو مونتيرو، وهذه
هذه التشكيلة اللي راح نلعب فيها في كأس الملك وبطولة كأس دوري أبطال آسيا للنخبة غالبا. اكتب لنا في التعليقات تفضل أي تشكيلة. دحين خلينا نخش على آخر أخبار نادي النصر السعودي. وافقت إدارة نادي النصر على إعارة الثنائي المهاجم وشاري النمر والحارس أمين بخاري لنادي ضمك حتى نهاية الموسم الحالي. وأيضا وافقت إدارة النادي على إعارة اللاعب راكان الغامدي لنادي NEC نيمخن الهولندي حتى نهاية الموسم. حسب كلام الصحفي جيمس بينغ، نادي النصر يستهدف التعاقد مع لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي اللاعب الكرواتي ماثيو كوفازيتش في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. نادي النصر قدم عرض للاعب كوفازيتش في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية. رفض ساديو ماني الخروج وعثر الصفقة، لكن سيعود نادي النصر لمفاوضة اللاعب الكرواتي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة. الأسطورة كريستيانو رونالدو هو من طلب التعاقد مع لاعب خط الوسط كوفازيتش. تسعى إدارة النصر لتأمين طائرة خاصة للدوليين البرازيليين بعد مشاركتهم للعودة إلى الفريق قبل مباراة الأهلي القادمة. حسب صحيفة الرياضية، اشترطت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي على إدارة النصر منحها 10% من قيمة بيع عقد اللاعب البرازيلي أنجيلو غابرييل في حال بيعه مستقبلا. حسب صحيفة الشرق الأوسط، فترة الانتقالات المقبلة ستشهد احتراف مجموعة كبيرة من اللاعبين السعوديين في دوريات عالمية أخرى. نادي بوتافوغو البرازيلي درس إمكانية التعاقد مع اللاعب أندرسون تاليسكا، لكن راتبه المرتفع مع نادي النصر صعب من إمكانية انتقاله لهم. وكمان نادي بوتافوغو أعلن عن التعاقد بشكل رسمي مع لاعبنا السابق أليكس تيليس. وختاما لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ظاهر لكم الآن على يسار الشاشة مقطع، شيكوا عليه وأشوفكم المقطع الجاي.